اقوى سوبر انا علقت عليه وما زلت مصر، وهذا السوبر ده لا يقلل من الزمالك وغير مقصود بالزمالك. دي مباراه قويه فيها نديه عنيفه جدا بين الفرقتين. ما هو لما الزمالك كسب الاهلي هل دي مباراه ضعيفه او العكس؟ طبعا لا، لكن المباراه بتاعت امبارح دي كان فيها نديه رهيبه، بدليل اخر دقيقه مثلا دودو جباس كان ممكن يجيب التعادل صح، ويروحوا لضربات الترجيح وبختك يا ابو بخيت مثلا. يعني دي فرصه برضو ان انا بوضح يعني لاصدقائنا الزملكاويه، لانه احنا عندنا مشكله كبيره قوي في مصر يا مدام لميس. في السوشيال ميديا واحد يكتب حاجه الكل ورا منه بدون ان يتحقق حتى ولا يسمع. خالص. طب كابتن مدحت قال الكلام ده في انه كونتكست او في انه سياق؟ لا. او هو فسره بطريقته فالناس كلها مشيت ورا تفسيره. الكلام ده مش مظبوط على الاطلاق. اما المباراه طبعا كانت مباراه حلوه جدا ومثيره جدا، وفيها كره حلوه وفيها هجمات هنا وهجمات هناك، والجمهور كان عظيم جدا جدا جدا، وماتش نفتخر بيه يعني باستثناء طبعا. ماتش قدمنا كويس في الامارات. احنا اول ما معلول حط الجون قال لك معلول حط الكوره جوه الجون، حط الكوره ليه؟ ايه؟ انا عايدها على زغلول بس مش كوره عشان ما توقفش، حط الكوره. والله العظيم ببقى حاسس كل اللي بيحصل. بتبقى حاسس يعني انت كنت حاسس ان انت والله العظيم يعني انت كنت حاسس ان من انت عند ربنا. من عند ربنا يعني الواحد دايما بيفضل يدعي ربنا بكل حاجه تحصل، ودايما يبقى هو في احسن حال، بس ربنا بيحقق له حاجات بس انا ببقى حاسسها. يعني انا الماتش والله العظيم يا ابراهيم، انا الماتش اللي فات ده انا حاسس ان هو يحصل اكسترا تايم، هو كان هيوصل ضربات جزاء على فكره. انا كنت حاسس حاجه كده، كنت حاسس ان هو هيعقرب يعني. لان انا اصلا في اول الماتش يعني انا كنت عمال مبسوط، عارف ان انا عمال اهزر بضحك ان انا بغير دماغي وتفكيري والضغط اللي عليا بعيد عن الناس كلها. ازاي فربنا كرمني. حتى كابتن سام يعني لو كلمت كابتن سامي وصان سالته هيقول لك انا قلت لكابتن سامي ان انا هنزل الشوط الثاني ان شاء الله ربنا يكرمني واعمل حاجه للفريق. فربنا كرمني في الاكسترا تايم. بس كهربا هيعمل المداح الجزء الرابع مكان حماده هلال. ابننا جه ابننا جه ابننا جه ابننا جه.